90% من الاغاني بتاعتي هي غريبه. يعني ليه انت قلت كده؟ عشان بريف. ببقى ماشيه في الطريق كده وبسمع الاغاني بتاعتي وكتبت الجمله دي ازاي؟ من الاعلانات. جمدان عايشينه زي الباتشينو. عندي اغنيه اسمها كده كده بايظه بتاعت عسيلي، كتبتها في شهر ونص. ما هي كده كده بايظه 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 كده كده بايظه بايظه بايظه. لما برجع لملحن شاطر زي احمد طارق يحيى بيحط ذوقه على ذوقي، فبيطلع حاجه بقى اللي هو ايه الغرابه دي. نزينا لولاد لذينا غدروا بينا بعد الوجاي. محمود العسيلي عايز اعمل اغنيه في الصيف واحنا قاعدين في الساحل نسمعها. يلا نعمل حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا في الساحل. مسلسل كامل العدد، الاغنيه يعني ما شاء الله كسرت الدنيا. بعديها بنص ساعه كتبت يا عم انت حبيبي وابن حبيبي وابن حبيبي. كتبت بسرعه واتلحنت بسرعه واتغنت بسرعه واتوزعت بسرعه. انت حبيبي وابن حبيبي وابن حبيبي وبقول للدنيا بحالها حلو ان انت قريب. هلو، هاي، ازيك؟ الحمد لله. اولا انا مبسوطه جدا انك موجود معانا النهارده في فينو. انا اكتر بكتير. عندي اسئله كتير جدا. يلا. وانا ليه اصلا بحب اتكلم معاك في مطلق عشان انت يعني عشره عمر من زمان. صح. من زمان جدا. من زمان جدا. ومبسوطه جدا بالتطور في كل مرحله من المراحل. ربنا يخليك. يعني ما شاء الله ما شاء الله. يعني اهم حاجه بس عايزه اقولها لك هي السلكان، عندك صفه السلكان. الحمد لله. فدي انا بحبها جدا. اديك بريف بس عن البودكاست اسمه جود انف. ليه جود انف؟ علشان احنا بعد الساعه 12 بنسال نفسنا اسئله. هل انا كفايه؟ هل الكوميونتي اللي حواليا كفايه؟ هل انا اصلا شاطر؟ هل انا مبدع؟ دي دايلمة الفن عامه يعني. بالظبط. يعني ما عرفتش ان انا بعرف اعمل حاجه غير لما عرفت ان انا ما بعرفش اعملها. يعني انت فاهمه؟ ايوه. هو يا لهوي انا هعملها ازاي بعد كده؟ يعني انا ما بعرفش اكتب، يمكن ده كل يوم اللي هو ايه ده انت ناجح جدا انت فاشل جدا. هي الفكره كلها ان انت طول الوقت شاكه من الكتابه، من الرسم، من اي حاجه في الارت فيها شك كبير. اللي بقى عارف ان ده لا ده ربنا بقى معاه. صح. فالهدف من هنا مش ان احنا نتكلم عن كريتيف اندستري، نتكلم على فيلبينو الانسان. يعني احنا هنتكلم عن ده وهنتكلم عن ده، بس الهدف الاساسي انه ناس تعرف الشخص اللي مر بكميه اللانجوج اللي عنده او حصيله الكلمات اللي عنده. هي اكيد طالعه من حاجات شافها في حياته، تجارب، اكسبيرينسز، هي بقى اللي اثرت في وجود الكلمات دي. فاولا كده انا عايزه بس تقولي بدات الكارير بتاعك ازاي وتطورت فيه ازاي؟ اولا انا قلته كتير بس يعني ماشي. هحاول الخصه عشان ما حدش يزهق مني خالص. البدايه كانت طول الوقت بحب اكتب. بكتب حاجات ملهاش علاقه ببعض، بكتب اغاني، ساعات بكتب شعر، بكتب قصص. فما كنتش عارف ده ايه، انا بعرف اكتب او لا، مش ده الموضوع. انا بحب بس عايز. فجربت يعني عشان اختصر جدا، واحد صاحبي اشتغل في ادفرتايزنج في شركه اسمها ساتشي قبلي، اسمه خالد عصام، فنان جميل. اشتغل وبعد كده كلمني في التليفون، قال لي مش عايز تشتغل في الاعلانات؟ قلت له ايوه طبعا انا عايز اشتغل في الاعلانات. انا عايز اشتغل في الاعلانات بس انا ما اعرفش انا ايه موضوع الاعلانات ده. فقال لي لا طيب تعالى. هو كان بيجرب في شركه كبيره جدا اسمها BBDO استراتيجيست، كان جونيور وادوا له الفرصه دي. فقالوا له ما فيش حد لذيذ شبهك كده؟ قال لهم انا عندي حد لذيذ شبهي. فجابني فاشتغلنا، قعدنا بقى 3 سنين في BBDO. وبعد كده ابتدينا نتحرك وابتديت بقى اخش في لوب الادفرتايزنج افهمها. اول 3 سنين دول كنت بحاول افهم الاستراكشر وافهم مين الناس اللي بتعمل ومين اللي بيشتغلوا. لحد ما جت نقطه قلت خلاص ماشي انا فهمت بقى الموضوع، عايز احط نفسي. يعني مش عايز اعمل شبه اللي بيتعمل، عايز اعمل اللي انا عايز اعمله. لحد ما جات لي فرصه ان انا ابقى صاحب قرار اختيار اللي انا عايز اعمله. لان برضو عشان بس الشباب اللي بتبدا في الادفرتايزنج اللي هو مش شرط اول يوم تشتغل فيه او بعد سنه او بعد سنتين تعمل اللي انت حاسه. انت لسه بس بتواكب اللي بيحصل وبتتعلم وبتشوف عشان يكون لك وجهة نظر واضحة. ده مش اقل من 3 سنين مثلا على بال ما تكتشف نفسك.
ما انت هتشتغل وهتجرب اللي بيتكتب كده، وهتجرب البينج بونج في البتاع، وهتجرب تكتب جينجلز، وهتجرب تكتب اغاني، فهتجرب كله لحد ما تكتشف نفسك. انا في الرحله دي اكتشفت بعد كده بقى، اشتغلت في كذا حته، مش لازم بقى اقول كلهم ايه، لحد ما وصلت اللي انا خلاص انا كرييتيف دايركتور. وقلت ليه انا لا انا كرييتيف دايركتور ولا انا عايز ابقى كرييتيف، انا مش انا اكتشفت في نفسي ان انت بتحب ايه اكتر حاجه في الموضوع ده كله؟ الكتاب والتفكير، في المطلق يعني. فيلا اعمل ده، بس مش لازم تبقى في شركه، مش لازم تبقى مع حد، لوحدك وبسط. فاول ما تحولت من مش مهنه لحب، الدنيا اتغيرت. يعني انا في ده في رايي كنا بنعمل حاجات بتنجح وحاجات لذيذه مع الايجنسيز، ده طبعا بكرم كرم ربنا، ده مش مني. انا متاكد ان في المراحل دي كلها كان ربنا بس عمال يقول لي ايه تمام، لحد ما انا فكرت اللي هو ايه، لا خلاص انف في الشركات، اتبسط بقى. فاشتغلت لوحدي كتير، حبه حلوين من 2021 مثلا. ابتديت بقى اكون مين انا وشخصيتي، وفرص كتيره جات لي، يعني برضو ده ترتيب ربنا جدا. وبعد كده بقى ابتديت بقى اختار وانتقي، انا عايز العب مع مين، لما عايز افكر مع مين، عايز اكتب اغنيه حلوه اكتبها مع مين، عايز اعمل حاجه في المطلق اعملها مع مين. بقيت بقى اللي هو ايه، ليا ناسي كده. وفي نفس الوقت اغاني بكتب مع كل الايجنسيز، اصحابي كلهم شطار قوي. يعني الفيلد دلوقتي انا في رايي الناس كلها بتقول اعلانات بقت اغاني. طب ما يا جماعه، ما هو الاعلانات بقت اغاني عشان بقت تنجح اكتر من اي حاجه تانية. فانا دخلتكم بقى في حتت كتيره جدا. لا عادي كمل براحتك. ماشي. انا عايزه اسالك، لما بيجي لك بريف من كلاينت، رمضان اللي فات ما شاء الله ما شاء الله يعني ما شاء الله، كان في اكتر من اغنيه، وفي تاتشايه كده بتبقى بتلمس كل حد في الاعلان نفسه. يعني الاعلان بيميت الاكسبكتيشنز وكل حاجه. فلما بيجي لك بريف بتفكر ازاي؟ اولا البريف، هو انا في رايي ان البريف والناس اللي في البريف اللي هو بيديك البريف سواء كلاينت او ايجنسي، انا في رايي ان هم دول عامل النجاح، مش اللي بيطلع. يعني اللي ورا دول هم دول اللي بينجحوا. ففي مثلا ايجنسي بتكلمني من اول مكالمه، اللي هم بيقولوه ده هينجح بيا من غيري، هينجح. يعني يا جايين نعمل اغنيه يلا بينا. في ناس بتبقى مفكره لدرجه ان هو ممكن يحكي لك، يعني مثلا انا هحكي لك من اهم او ألذ البريفات اللي انا خدتها، وما اتكلمتش مع الايجنسي ده. كان محمود العسيلي خد البريف مكاني وحكى لي كده، اللي هو قال لي جملتين. كان اعلان لمستشفى مجدي يعقوب، وانا ما كنتش كتبت النوع ده خالص، ما عملتش اي حاجه اي حاجه تبرعات او حاجه كده. فقال لي ما تيجي نعمل حاجه كده. قلت له يلا تعالى نعمل حاجه كده. قلت له في حاجه نتكلم عليها ولا؟ قال لي والله هم قالوا لي سطرين، عشان بس افهمك اللعبه بتبقى ده تغشيشه. يعني اول ما يجي كلمه انسايت حقيقي، اعرفي ان انت معاكي حاجه الناس هتحبها، ان كانت هي ايه، مش هتنجح الناس هتحبها. صح. اكسكيوشن جديد، طريقه كلام جديده بتريليت لناس انت نجحتي. ده التكوينه. وحواليكي يعني عشان تنطي من المرحله دي يبقى الناس دي كل اللي بيسمعوا حلوين، محدش بيخش يبوظ لك اللي مش عارف ايه، محدش يقول الكلاينت بس عايز يقول الفاتوره في الكلمه دي. طب ما حدش يغني الفاتوره يعني. يعني اخترعها. ف البريف كان لمجدي يعقوب وعسيلي، انا فاكر جدا. قال لي سطر، قال لي بص هم فكروا في حاجه، ان مفيش واحد مهما كان ظروفه، مهما كان تعبان في اليوم، مهما كان متضايق، مهما كان مرهق، هيشوف طفل بيضحك في وشه وهو مش هيضحك له. فبيعمل تويست. ده انسايت حقيقي جدا. اللي بعديها قال لي هم مش عايزين يعملوا اغنيه كئيبه. شكرا جدا. يبقى احنا مش بنعمل اغنيه كئيبه عشان بس الناس بتقعد تقول لك انا عايز ريفرنس. هو ما عندوش ريفرنس، هو عنده ذوق. هو الايجنسي جايه بذوقها. ذوقي ان انا مش عايز اعمل اغنيه كئيبه. دي كانت طارق نور يعني عامه. وفي نفس الوقت الانسايت اهو، شوف انت هتعمل ايه. فكتبنا. اول ما اتكتبت واتعملت واشتغلنا عليها، ولا مره في البروسيس
حد كلمني من طارق نور قال لي غير كلمه ولا مره. هل هي حلوه هل هي وحشه مش عارف، بس في الاخر هو سابني اقول احساسي وانا سبته يقول احساسه. جاب مخرجه نيفين عملت صوره حلوه جدا والكلاينت ما اتدخلش، كل حاجه مشيت كده، كل واحد حط وجهه نظره فطلعت حلوه. فدي من اهم الحاجات اللي هي حصلت بتثبت ان البريف الصح هيديني حاجه حلوه. ممكن كتير قوي البريف يبقى غلط او مش غلط او في حاجات كتيره جدا، فانت هتقولي لا طب ما انا اتكلم على دي بس يا جماعه هتبوظ 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 هتبوظ، خلاص باظت انتوا اللي تتحملوا مسؤوليتها. فانت بترفعي دايما ايدك تقولي كده. فعشان برضو ارجع لسؤالك اللي هو اول ما بيجي لي بريف بعمل ايه، بتوتر جدا وبشوف البريف اقعد اقراه بتاع 6 مرات 7 مرات وما بفهمش حاجه، وبكلم اي كرييتيف صاحبي في البريف اقول له بقول لك ايه النظام يعني، ما ده كلام ماشي ايه هنعمل ايه بقى. دي البروسيس بصراحه. امتى بقى بتجيلك الفكره اللي هي خلاص انا فهمت البريف ودي الفكره؟ يعني عاده احنا بيجي لنا كذا فكره، ممكن تجي لك كذا فكره. امتى بقى بتقول هي دي الفكره الجود انف اللي هي هتسمع والناس هتحبها ما ولا مره يعني ما عنديش حسبه، يعني ما بعرفش دي هتسمع والناس هتحبها، دي انا ما اعرفهاش خالص، دي بتاعت ربنا جدا. بس ذوقي بقى، برجع لذوقي اللي هو ايه ده. يعني انا برضو في اللحظه دي انا بكتب اللي انا عايز اكتبه، مش اللي انتوا عايزين تكتب، مش المطلوب مني. يعني انتوا عايزين اغنيه انا هكتبها، فبقعد اكتب كتير جدا لحد ما يعني ممكن ارجع لاول واحده كتبتها احس ان ايه ده والله لا ذوقي مرتاح لدي اكتر، هكتب في نفس السياق افكار كتيره بس هجرب. ده عاده اللي بعمله، عشان كده انا مش باخد وقت كتير في الكتابه، عشان لو خدت وقت كتير خلاص بقى انت ما لا نهايه هفضل اكتب لما لا نهايه عن الشامبو. فخلاص بريف شامبو انا بكتب بقى طول عمري بكتب عن بريف فعايز اخلص. فبدي لنفسي ميعاد ان انا لا خلاص كده ده اقفل الموضوع ده. ماشي، احنا خدنا بقى حته الاعلانات، تخش في الاغاني. ماشي. حبيت الاعلانات اكتر ولا الاغاني؟ دلوقتي حبيت الاغاني. بريف الاعلانات غير بريف الاغاني اكيد، بس هو مش بريف بقى يعني ما اعرفش. الاغاني 90% او يعني اكتر من 90% ما بيبقاش بريف واضح. اكتر من ان هو انا عايز اعمل حاجه في الصيف فشوفي بقى حاجه في الشتاء. هل بقى بتقعد تفكر كل مثلا مغني ليه البيرسونا بتاعته وليه الكلام اللي هو يقدر يقوله؟ طبعا. بس برضو ليمون نعناع كانت في حته ثانيه يعني هو اللي اختار، انا ما عملتليش هو اللي اختار. بس يعني كل واحد بيبقى بتفكر له هو هيقول ايه. انا عندي مشكله رهيبه جدا في الاغاني، ان انا طول عمري بسمع اغاني حلوه جدا في مصر معموله حلوه جدا بس مفيش فكره بس حلوه. فالمشكله اللي انا لما جيت منها انا جاي من عالم بيفكر بس بيقول كونسبت وبيقول انسايت وبيقول لاين وبيقول سلوجان وبيقول 30 ثانيه يبقوا كاتشي ويتسمعوا والناس تعرفهم. فانا جاي من العالم ده، طب انا هعمل ده ازاي؟ فجيت بالعالم بتاعي ناحيه الاغاني وبقيت اعمل اللي انا بعرف اعمله، فكره لاين كاتشي، حاجه غريبه او مش غريبه، حاجه انسايتفul سنه اللي هو ايه ده هو قال كده فعلا، وبتقعي بقى في طريقك في ناس. وده احسن حاجه عندي صراحه، ان انا مش مرتبط باسماء، انا مش فارق لي انا بعمل مع مين اكتر ما انا بعمل انهي فكره. يعني انا طبعا كل الناس نفسها تعمل مع عمرو دياب وانا واحد منهم يعني، بس مش فارق لعمرو دياب اكيد اللي احنا بنعمله دلوقتي. عمرو دياب انا مش عايز اعمل معاه اغنيه، انا عايز اعمل معاه فكرتي اللي انا ممكن اعملها مع عمرو دياب واعملها مع حماقي واعملها مع عسيلي، دي فكرتي. فعايز اعمل فكره اكتر ما اعمل اغنيه. والله اللي ما بيمشيش معايا في هذا الواي خلاص هو مش عايز مني اغاني. يعني انا فاهم كويس ان انت كده انت مش عايز اغنيه، انت عايز اغنيه وخلاص، انت مش عايزني انا، مش عايز روحي انا. فساعتها بقبل او ارفض. عشان كده تقريبا 90% من الاغاني بتاعتي هي غريبه. يعني ليه والله يعني ليه انت قلت كده؟ عشان بريف محمود العسيلي عايز اعمل اغنيه في الصيف واحنا قاعدين في الساحل نسمعها، فيلا نعمل حبيبي انت هنا في الساحل. ده بريف. ايوه بريف جدا، يلا حبيبي انت، ونجيب واحده تغني وتقول حبيبي انت فغريبه. وساعات بيبقى في حاجات لذيذه، يعني محمود العسيلي بيرضى اللي هو يلا تعالى ايه المشكله. وبعدين انا اصلا واخده وهو عنده عامل تررم،
فهو اصلا ده مقطع بطاقته وبايع القضيه من زمان قوي. فعادي بقى يقول اي حاجه. فانا بتبسط بمحمود عشان كده. في ناس تانية كتير جدا انا بحبها، احمد سعد بحبه، بحب حماقي، بحب روبي، بحب حمزه نمره، يعني كل واحد ليه حاجته، ليه طريقته، وفي ناس جديده حلوه، فبيبقى مساحه حلوه جدا ان هم لو صدقوك هيسمعوا كلامك، هيعملوا حاجه غريبه جدا. وبيرجع ده كله في الاخر للملحن. يعني انا مش بلحن، فانا لما برجع لملحن شاطر زي احمد طارق يحيى بيحط ذوقه على ذوقي، فبيطلع حاجه بقى اللي هو ايه الغرابه دي. انت واحد غريب جدا وانا واحد غريب جدا، اتقابلوا مع بعض عملوا حاجه اغرب ونزلت نجحت. هو ده الموضوع. صح. طب انا يعني لما ببقى ماشيه في الطريق كده وبسمع الاغاني بتاعتك، ولا كتبت الجمله دي ازاي؟ الاعلانات الجمله دي صعبه جدا، كاتشي ولفه، وبعدين لما تيجي تسمعها طب ما صح. بريف جدا. طب ما صح، هتلاقيها بريف في الاخر. ازاي بقى انا ازود كلماتي، او ان انا ابقى بعرف اكتب اصلا؟ لانه في ناس بتعرف تكتب ولذاذه وكده وكل حاجه، بس هي اغنيه بتعدي عدي ما تحسش بيها. وفي ناس تانية لا، بترند وجوائز وتسمع، وناس تعمل ترندات عليها وتبقى خلاص معانا في كل حاجه. يعني في رمضان اللي فات احنا شغلناها في الميت اب بتاعنا وقعدنا يعني خلاص هي دي معانا. فبتجيب الكلمات منين او بتحس بايه؟ ماشي، انا هفضل طول الوقت اقول ده رزق. وفكره ان انت، انا اعتقد يعني من ناس انجح مني كمان بحسهم ان هم من الاول سالكين وبيسيبوا ايديهم. يعني طول ما انت بتقرص وبتضغط على فكرك وعايز اجيب الكلمه اللي محدش سمعها قبل كده مش هتيجي. لو انت حاسس احساس واضح وحقيقي هيجي لك فهتعمله. فالفكره كلها ان انت ازاي تحافظ على احساسك ده لحد ما تنزل الاغنيه. ما انت ممكن طول ما في الاعلان او الاغنيه طول ما انت ماشيه احنا عايزين نغير دي، عايزين نغير دي، فانت ازاي تبقى صايع ان انت لما تغير انت لسه احساسك ثابت او تعترض. ففكره ان بنجيب كلام منين محدش عارف، او انا عارف هي ليها ترتيبه كده، ان انت اتولدت فين وسكنت فين وعشت مع مين ومين اصحابك وكنتوا بتعملوا ايه زمان وخرجتوا فين وصاحبت مين وكنت مرتبط بمين وبتحب مين ومدرستك عامله ازاي. ده كله اللي بيجيب الكلام. ودلوقتي انت فين وبتعمل ايه وبترجع للروتس بتاعتك ازاي. ده هو ده اللي بيجيب الكلام. لان هي في الاخر ما كلنا بنعرف نكتب، ده انا متاكد منه، كلنا بنعرف نكتب. اي حد هتقول له اكتب لي سطرين بيرايموا هيكتب، صح. بس انت مين؟ يعني لو عرفت اللينك ما بين تحط شخصيتك في اللي انت بتكتبه، تخلي القلم يطوعك، يعني خلاص انت تمام. اعتقد ان انت تمام. حلو. طيب احنا اتكلمنا على فيلبينو كرييتيف، عايزين نتكلم شويه بقى عن حياتك الشخصيه. مش شخصيه قوي يعني. لا، حياتي شخصيه عاديه جدا. بس احنا لما كنت بتكلم معاك انا حاسه انه عيلتك ليها دور في التاثير جدا على، يعني انا لمسته قوي من اول الاغاني اللي هي شبر ونص وكده. فهل انت فعلا يعني هم مؤثرين في حياتك؟ جدا وازاي؟ جدا. انا هحكي حاجه صغيره جدا، مش عايز ابقى اللي هو بيطلع مع منى الشاذلي ويعيط لا يعني لا ناكل اندومي زمان وكده. مش عايز ابقى هذا الشخص. بس انا حصل لي بوينتس بتتغير جدا. انا شفتها بعناية. حياتي كلها بتتغير لما بيحصل حاجه. فانا اول ما خلفت موسى حياتي كلها اتغيرت، لان انا ابتديت ابص ان انا عايز ابقى لذيذ عشان ابني يطلع لذيذ. عايز ابقى مبسوط في حياتي، مش عايز اي حاجه تضغط عليا لدرجه ان انا ابقى مش حابب اعملها. فده كان قرار. سبت كل حاجه وسبت كل الناس وهجري ورا انبساطي الشخصي. فابني قال لي اتبسط. تاني ليله اول ما خلفتها كنت جايب عربيه لذيذه كده، وفي نفس الشهر اللي انا خلفتها فيه كسرتها توتال لوس. فإسراء قالت لي موسى بقى بص شفت كان رزقه عامل ازاي. انا اول ما شفت بنتي حياتي بقت بني ادم تاني خالص. بقيت احب بطريقه تانية، وبقيت احب قوي الحاجات والحياه. فهي اللي علمتني فكره الحب. ويمكن كمان ان انا
يعني تقريبا شبر ونص دي كتبتها وبنتي موجوده، فهي اللي فتحت لي تركايه ان انا ابقى انسان اكتر في كلامي، ما بدورش عليه. بس انا ابتديت وانا بكتب بحس ان انا بكتب كأب مش كفلبينو اللي هو اللي كان سارح في الدنيا ده. عشان بس موضوع النحس وكده ده الناس بتفتكر ان بنتي نحس. حياتي كلها اتغيرت، بقى معايا فلوس اكتر طبعا كتير بسبب بنتي دي. فانا مصدق جدا ان انا الاولاد هم اللي غيروا لي حياتي جدا، وهم اللي نجحوني. انا ده بقى مؤمن بيه جدا. الاثنين دول هم اللي خلوني انجح، ده مصدق فيه جدا، مع اني كنت بنجح قبليهم، بس هم اللي خلوني احس بنجاح تاني، هم اللي خلوني اقرب لنفسي. مطمنيني جدا، يعني عكس كل الناس بتخاف من الاولاد ان هم يخلفوا فهتبقى مسؤوليه واتربطت بحاجات. وعادي جدا يا جماعه، انا بفك اكتر طول ما بشوفهم، يعني حاسس ان الدنيا تمام. ايوه مش خايف على حاجه غير عليهم، ومش خايف من حاجه، فهم اللي طمنوني بصراحه. بص انا سالتك ليه السؤال ده عشان انا لما خلفت عرفت انت بتحس بايه. يعني يمكن قبل ما اجرب الاحساس ده كنت حاسه انه عادي وهعمل اللي انا عايزاه واروح واجي وبتاع، وبعدين لو انت بتضحكي ايوه برافو، انت بتضحكي ايه ده دي ضحكه انت ازاي يعني. فابتديت اركز في الموضوع، لا هو الكلام ده طالع منه بجد مش طالع منه صح. اغنيه. فحسيت انه لا في يعني، عشان زي ما قلت لك انا عارفين بعض من زمان، فانا شايفه التطور ده بيبان في الاغاني، فبحس انه الراجل ده حقيقي ولا بيشتغلنا ولا ايه. فلما ابتديت طبعا اشوف بقى الستوريز وكده، لا هو فعلا بجد يعني حياتي اتغيرت طبعا. وحياه اي حد، انا متاكد اي حد بيحب الدنيا وما كانش عارف ان هو بيحبها، يعني في ناس كتيره بتبقى محبطه واللي هو لا بقى مش عارف اوصل لحاجه. انا بقول له يعني لو شفت ابنك معدي وبيكلمك بطريقه مختلفه عن سيستم دماغك اصلا، وانت بتحاول تفهمها، هتحب الدنيا بطريقه تانية خالص صح. يعني هتفهم منه ان هو بيعمل ده كله عشان عايز يعيش بطريقتك بنظرك انت، فانت خلاص انت عنيه. فاتليست يعني خليك واعي كويس ان انت لازم تبقى بتحب الدنيا عشان تخليه هو كمان يحبها. صح. هرجع شويه بقى لورا قبل المرحله دي. ناس كتيره لما بتيجي تخش المجال ده بيبقى فيه زي مجموعات او شلل او كده، فبيوقفوهم في طريقهم، بيخلوهم يروحوا كارير شيفت، يعملوا حاجه مختلفه. فازاي الانسان عامه في المجال الابداعي ده يبقى عارف حتى لو رود ماب صغيره. طبعا احنا مش هنجاوب على جود انف، هل انا جود انف، لان كل واحد ليه تجاربه وكل حاجه، بس على الاقل يبقى مبسوط في حاجه هو بيعملها، يعني مبسوط في اي حاجه هو بيعملها. كنت بتعمل ده ازاي؟ يعني كنت بتشوف انه مثلا انا مش عايزه ابقى مثلا محطوط في ليبل معين، او مش عايزه ابقى مزنوق في حته معينه، او تايتلز مثلا زي ما قلت انه انا وصلت لاعلى حاجه مثلا، فاللي هو ده خلاص انا عملت كل حاجه، هعمل ايه تاني؟ فممكن التايتل نفسه يبقى سبب في التعاسه مش العكس. فازاي نحط زي مش ماتريكس او رود ماب كده؟ ماشي، هقولها لك برضو بنفس الطريقه. ان انا في تجربتي انا الشخصيه، انا شايف ان انا كنت يعني سبب ان انا بكمل ان انا بحط تارجتس صغيره جدا، مش بحط تارجتس عظيمه. يعني لما بوصل لها بفرح شويه، فبحط ستيب باك كمان. قرار هو في الاخر قرار ان انت ما تلتزميش باللي الدنيا بتضحك عليكي وتقولك ان هو ده احلى حاجه. ما دي نصبايا، يعني اللي هو بص بقى انت بقيت ايه. لا، ما انت لو انت بقيت ايه وانت مش مبسوط يبقى انت ولا حاجه. فلو انت بتدور على السعاده طول الوقت، اعتقد ان انت هتوصل للحته ايا كان التايتل، ايا كان انت بتعمل ايه. انت ممكن اصلا لوحدك، اللي هو مثلا بعد ما عنده شركه، انا عايز ابيع ورد، فراح باع ورد، لان هو مبسوط اكتر. فخلاص هو ده الاحلى. فكره بقى الشله وكده ما بقاش كده زي زمان. يعني زمان قوي 3-4 اجيال قبلي كانت كله بقى هم دول بتوع الاعلانات، اروش ناس في مصر. دلوقتي الدنيا ما بقتش كده لسبب وجيه، لان انا بشوف يعني ده وجهه نظري، ان انت عشان تعمل حاجه تعجب ذوق الناس دلوقتي انت محتاج تبقى جامد قوي قوي. لسبب وجيه، لان زمان الاجيال اللي هي بقى اللي عملت اسماء كبيره قبلنا ما كانش قدامهم حد بينافسهم، ما كانش عندهم تيك توك،
ما كانش عندهم انستجرام، ما كانش عندهم فيسبوك اللي هو البوست فيه 3 كلمات بيضحكوا اكتر من اعلان، صح، وبينتشروا اكتر من اعلان. فهم في خطر. انت هعمل ده للناس ازاي؟ الناس هتحبه ازاي؟ فدلوقتي يعني دلوقتي انا في رايي ان دلوقتي اصعب بكتير، النجاح اصعب بكتير، لان انت بقى في كرييتورز احلى كتير منك واشطر والذ وبيغنوا وبيكتبوا. احنا كل صح. يوم بنصحى على ترند على تيك توك اغنيه انت ما تعرفيش ايه ده، صح. يعني نجحت ليه. فده بيحصل. محتاج ان انت تبقى لو انت مبسوط وبقيت مش من بتوع الاعلانات، انت بقيت من بتوع اللي عايشين في الدنيا، اللي هم بتوع التيك توك وبتوع انستجرام وبتوع فيسبوك. لو انت بقيت واحد منهم تبقى انت لذيذ. ازاي تتحول انت؟ مش تحاول تلاحقهم. لو انت بتلاحقهم هيدوسوا عليك طول الوقت، هم اكتر، هم اشطر، هم ألذ، هم اصغر. فلو انت واحد منهم يبقى انت تمام، انت مؤثر زيهم، انت هيحبوا كلامك، هيحبوا فكرك، هيحبوا طريقتك، هيحبوا هزارك. فده اللي انا بحسه، ان هي دلوقتي اصعب بكتير ومش مستاهله شلل. مفيش حد هيعرف يعمل شيء، كلكم بقيتوا لزاز على الانترنت. لا طيب انت دلوقتي كنت بتتكلم في حته مهمه قوي، وهي بجد يعني لغه العصر والترند بتاع كل حاجه. ما شاء الله ما شاء الله، انت الاغاني بتاعتك بتعمل عليها ترندات. فانت عرفت توازن ما بين ان انت تبقى الكرييتيف اللي انت او الشخص كاتب الاغاني اللي انت عايز، اللي انت تحلم بيه، وفي نفس الوقت برضو قدرت توصل للجنريشن بتاع التيك توك وكده. شايف ان بيرسونال براندنج دلوقتي اختلف عن زمان؟ يعني فكره ان انا ابقى كرييتيف بطلع اقول مثلا في ناس كتيره قوي خدت حته الكونتنت كرييشن اللي هم 20 مخرج في 30 يوم ولزاز برضو. لزاز بحبهم. لزاز جدا. حكيم ومثلا برضو الويف الثانيه بتاعت تعالى ناخد اعلانات ونكتبها ونشوف لذيذ قوي. عجبني الفكره عامه. انا عامه حكيم من الناس اللي انا حبيت طريقه تفكيرها. شاطر. ليه؟ عشان هو ما عملش كونتنت كرييشن زي ما الناس شايفاها، اللي هو تعالى اقول لك ازاي 5 حاجات تعملهم، ازاي تكتب جينجلز. لا، هو تعالى اوريك بقى، اوريك ان اكشن بتعمل ازاي. حلو طبعا. فتقول ايه للناس اللي هم عايزين يعملوا بيرسونال براندنج، مش بيرسونال براندنج معنى بيرسونال براندنج اللي هو بتاع لينكد ان وكده، بس عايزين يوصلوا للايجنسي، حد يشوفهم، حد يقول لهم تعالى انت بتكتب ايه، تعالى اظبطك. يعني تقول لهم ايه؟ والله انا حاسس ان هو بس طبعا القدر هيوفر لك ظروف كتيره قوي او فرص كتيره قوي، فانت لو شاطر هتفهم ان دي فرصه فتجري تعملها. واحب اقول لاي حد بيحاول، افضل حاول اكتر كمان. يمكن انت ما حاولتش بالطريقه الصح، يمكن انت ما عرضتش اللي انت عايز توصله بطريقه، يمكن انت ما يعني مثلا ما فهمتش نفسك اكتر. انا مثلا لما جيت اشتغل، لما قابلت كذا حد في الادفرتايزنج وعملنا انترفيوز وعشان اروح من شركه لشركه وكده، عمري ولا مره قلت لهم انا عملت ايه، ولا مره، ولا فكرت ان انا اقول انا عملت الاعلان الناجح اللي مش عارف ايه، ولا مره. لحد ما قابلت اخرهم طبعا افظع واحد في الدنيا محمد حمد الله. قعدت مع حمد الله في اول قعده، ما قلتلوش انا اشتغلت على ايه، عمري ما قلتلوش انا عملت ايه، الاعلان الفلاني، مش الاغنيه الفلانيه. انت بتحب ايه؟ انا بحب الفكر والكتابه. انت بتحب ايه؟ انا بحب، بص انا ما بحبش الاعلانات، هو ده كذب طبعا، هو بيقعد يقول كده، بس انا شايف ان هو بيحب الاعلانات جدا. انا بحب اشتغل. هو ده اللي كان الرد. حلو، انت يعني الهدفين قريبين من بعض، فتعال نجرب نلعب سوا. جربت مع محمد حمد الله، ودي من اهم التجارب اللي حصلت لي بصراحه في الاعلانات، واهم التجارب اللي حصلت لي في دماغي انا كمان شخصيا. ان انا ساعات كتير جدا انا بتفاجئ من فكره في الاعلان، بتفاجئ من ان هو قد ايه قريب، هو والايجنسي كامله، يعني الشباب كلها هناك بتفكر بنفس المنهجيه، اللي هو عندهم طريقه كده اللي هي الريسيرش يوصلنا لاقرب فكره ممكنه اللي هي بتيجي للناس وبترميها. فدي بتنزل بتنجح. فانت ازاي صايع للدرجه دي ان انت تقول اختيارك للحاجه البسيطه قوي
وتعمل منها موضوع كبير. ده جرأة كبيره. فتعلمت منه الجرأة بصراحه، اللي هو عجباني وخلاص. ايه ده مش سهله؟ سهله، عجباني. اللي بقوله للناس ان هي يعني يمكن طريقتك لبيع نفسك مختلفه او غلط. يعني بتروح تقول له بص انا كتبت ايه مش عارف ايه، مش ده الموضوع. هو قبل اي ايجنسي او اي حد، يعني لو قابله اي حد في الادفرتايزنج عموما او اي كلاينت حتى، ما بيبقاش مهتم قوي بشراء المنتج اكتر من ان هو يشتريك انت نفسك. ان انت هل انت عينيك بتلمع، نفسك تنجح، نفسك تكسر الدنيا، نفسك تعمل مش عارف ايه. في ناس بتروح تقول انا كسرت الدنيا مش عارف انا اللي عامل من 3 سنين مش عارف ايه وخد اووردز فين وبتاع. وسكير يعني مين اوورد مين يا معلم؟ محدش عارف الاورد دي اصلا، يعني محدش فاهمها. كل الاووردز عامه في العالم انا في اقتناعي ان هي دي فئويه جدا. يعني حتى كان حلو جدا عشان بنلبس حلو بنروح نقعد مع ناس حلوه. انما الجايزه قيمتها لا. ما انت ما تقوليش ان انت نزلت حاجه فكرك وطرحته، اللي هو اول حاجه في الابداع عموما او في اي عمل فني. الشرط الاساسي فيه ان انت تحطه للناس، فالناس تبتدي تقول رايها، نقد او حب، والاتنين صح. يعني انت مقدم وجهه نظر. والله لو الناس طلعت قالت بقول لك ايه يا عم انت لو كان بقى عملها كده حلو، ده لسه حلو. يعني ما تفتكرش نفسك اله الفن، انت مش حاجه. انت قدمت وجهه نظرك والمفروض الناس هي اللي تحكم. انا في رايي كل الجوائز ولا ليها لازمه بصراحه. المهم ان الناس فهمتك، اثرت، دي كبيره جدا جدا. صح. حد يفكر بطريقه تانية. يعني مثلا لو انت بتعمل اعلان عن المخدرات، الناس بطلت مخدرات، يا نهار ابيض، ده حاجه تانية خالص. هو ده الصح. فاللي انا بشوفه ان اي حد بيحاول يظهر في اي فيلد عامه، فكر بس 100 مره وانت بتقدم نفسك للناس بتقول لهم ايه. يعني في ناس انا عاجبني، عشان كده حكيم برافو ان انت جبتي الفكره دي. انا عاجبني ان هو انا عايز اقول لكم انا مين وبعمل ايه، فاختار انسب طريقه في رايي ان هو يتكلم بيها. وبرده على سكيل مش كل مصر مهتمه باللي انت بتتكلم فيه على فكره. صح. فده يمكن يخليه يروح لحاجه يتكلم فيها تانية ويوسع فكره. صح. بس انا عن نفسي انا مش بحس ان انا مطلوب مني اعمل كونتنت زي حكيم او حاجه على النت او اتكلم او الناس تعرف شكلي او انا مش حاسس، مش حاطط ده في دماغي قوي. يعني انا حاطط ان اهم حاجه اللي اتكتب يوصل بس. تحفه. طيب هنخش بقى في موضوع حلو وبعدين موضوع شائك. بس خلينا في الاول الموضوع الحلو. كلمني عن المسلسل. بتقبض كام اللي هو الشائك ده؟ لا مسلسل كامل العدد، الاغنيه ما شاء الله كسرت الدنيا. الحمد لله. انا عايزه اسال سؤال بقى فضولي، هم كانوا اغنيتين وانت جمعتهم ولا هي اغنيه واحده؟ بس انا حاسه عشان الفيرس الاول حاجه والفيرس تيمبو مختلف. دي كانت اقرب حاجه حصلت في الدنيا يعني. ما هو مستغربه، فانا حاسه ان كان تو كونسبت وعملت لهم بلند. لا هو بريف واضح بصراحه جدا. المؤلفه رنا ابو الريش بتاعه المسلسل كلمتني وقالت لي بص عايزين نعمل اغنيه عن رمضان. فقلت لها رمضان اللي هو بتاعنا ده، اللي هو عادي. رمضان في مصر حاجه تانية يعني. فهي ايه، لا عشان انا قلت لها كده هي ابتدت تفكر ان انا ممكن اعمل ده، فمش هو ده اللي انا عايزاه. فضلت واحده معايا جدا وست يعني فله. حكيت لي المسلسل وحكيت لي، انا ما كنتش شفت كامل العدد خالص في ولا جزء يعني. فحكيت لي فحسيت يعني ما كانش فارق لي اشوف الصوره اكتر، مش فارق لي اللي هي بتقوله ده. هي حساب هي حقيقيه جدا، هي اللي بتقوله ده مصدقاه قوي. ففضلت مع تصديقها جدا. والاغنيه دي كانت غريبه جدا يعني، ان انا المفروض خدت البريف النهارده لازم اكتب النهارده واسلم بكره عشان عندنا ايرنج. الاغنيه دي جت قبل رمضان ب5 ايام قبل ما نخش في رمضان. هي كانت الحلقه ال5 فقلت لها يلا بينا تعالي نعمل حاجه حلوه مبسوطين بيها. فهمت منها جدا فكتبت، فبعت لها عجبتها، فبعت العسيلي لحن، فقعدت بقى شويه انهانس شويه حاجات كده. بس هي كان من الاول انا جربت واحده قبليها في نص ساعه كده وعسيلي لحنها، وبعد كده قلت له بص انا حاسس ان احنا ممكن نعمل حاجه احلى. فبعديها بنص ساعه كتبت يا عم انت حبيبي وابن حبيبي وابن حبيبي. وبعد كده رحت انا بس كان اللي هو ايه يلا تعالى نحط بس حاجه ايه
حقيقيه وكاتشي وبتتقال فتودينا شويه. وبعد كده كان المفروض ان كل كوبليه يبقى فيه بوينتس من تشيك، اللي هو في عيال بتاخد عيديه في الايديت فيلا نكتب ده، في ناس بتعمل اكل يلا نكتب ده. كله لما لقيته ليه علاقه بين العيله مع بعض بتقرب، فوضحت قدامي هي ده الخط العريض اللي انا بتحرك منه. وكتبت بسرعه واتلحنت بسرعه واتغنت بسرعه واتوزعت بسرعه، وكان بروجكت ولا الهوا. بتحس بايه بعد الفيدباك؟ انت كمان تحفه من جوه مش من بره يعني طبعا بفرح، بس بخاف جدا ان انا ما كنتش قاصد كل ده. طب يعني لما بقصد هتطلع ولا مش هتطلع؟ هو ده الرعب الازلي، ان انت تنزلي حاجه عجباكي جدا وما تلاقيش قبول. وده هيحصل طول الوقت، بيحصل وطبيعي يحصل. ولما تنزلي حاجه اللي هو انا عملت اللي عليا تلاقي قبول اكبر. وفي ناس كده بتقول بتنجح بالصدفه. يعني انا قعدت كتير جدا 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 بتاع 2 مش مصدق ان انا بعرف اكتب. طول الوقت انا بقول يا جماعه دي جت معايا، انا بقول لكم جت معايا، لحد ما ابتديت اللي هو ايه حواليا بقى ناس بتفهم قوي انت بتعرف تكتب. خلاص انا بعرف اكتب حلو، انا مصدق انتوا خلاص بدل انتوا شايفين ان انا بعرف اكتب، انا بعرف اكتب. هكتب ايه؟ يلا قول لي. يعني هنجح ازاي تاني؟ اسئله بقى بالهبل بتيجي في دماغك مش عارفه تعملي فيها ايه. فالوسيله الوحيده ان انت تحبي الكتابه، تتصاحبي عليها جدا، ويلا نكتب بقى كتير ونقطع كتير ومش هزهق. دي جت معايا من اول مره، اللي بعديها جت معايا من المره العاشره. مفيش باترن. انا عندي حاجات نجحت اتكتبت في 5 دقايق، وعندي حاجات نجحت اتكتبت في 10 20 يوم وشهر. في عندي اغنيه اسمها كده كده بايظه بتاعت عسيلي، كتبتها في 1.5 شهر. كل شويه اكتب واقطع واسمعه. لا احنا حاسين، انا حاسس كمان يا عسيلي. هو دي حلاوه عسيلي بصراحه، ان احنا ايه كتير بقى بينج بونج على طول بقى، عاجبك عاجبني، مش عاجبك مش عاجبني كده. وهو يلا هلحن اللي انت هتقوله وانا هكتب اللي انت هتلحنه، تمام. فما فيش عدله بصراحه. طيب هنخش بقى في موضوع خليته للاخر عشان كده يبقى يعني ليك حق بقى كل حاجه تقولها. دلوقتي في كده يعني ترند ومش ترند. يعني اتصالات نزلت اعلان. الناس من كتر في حاجات كده في الاعلان عامه في الادفيرتايزنج، في اللي هو الهيدن مسجز وانت قاصد ايه فتحللها ازاي وكده. وزمان كنا بنتعامل معاها بشكل يعني ايه بروفيشنال، وهيقول لك واحد والله ده حط الانفلونسر الفلاني عشان كذا وده عشان كذا. دلوقتي بقى فيه كده انتشار غريب على كل المنصات، لينكد ان كله بيتكلم في الاعلان. شفت الاعلان الفلاني حصل ايه وازاي عمل. من امتى ناس تتكلم كده كتير على الاعلانات ده؟ بس في نفس الوقت في حاجات بقت تحصل غريبه، يعني غريبه عن انه ده اعلان. يعني نقف عند هنا. فانت كنت عامل الاعلان بتاع اتصالات والاهلي، فكلمنا عنه شويه وقول لنا الفيدباك عليه. لا الفيدباك انتوا عارفينه يعني يعني انت شفته من وجهه نظرك ازاي؟ لا مش يعني الناس عارفه، هي عارفه الفيدباك. ده موضوع شائك زي ما انت بتقولي لسبب وجيه. هما خصمين، انت اخترتي تتحيزي مع خصم، تروحي لواحد فيهم، فانت اصبحتي فئويه، عندك ناسك. فاوعى تزعل ان الناس التانية زعلانين. طب ما هم هيزعلوا، كده كده هيزعلوا. حقيقي ان الاعلام ما فيهوش اي حاجه ليها علاقه باي حاجه. ده اعلان، انا فاكر البريف كويس، حمد الله حكى لي البريف. احنا بنعمل اغنيه عن الاهلي في كاس العالم، ايفنت كده. انا مش اهلاوي ومش زملكاوي وما اعرفش اي حاجه خالص. احنا بنعمل ده عن كاس العالم، ده اعلان هينزل عن كاس العالم للانديه حاجه كده. كاس العالم للانديه ما فيهوش الزمالك، يعني مش صح ان انا اجيب سيرتهم. حتى في الاعلان في ميسي وشبيه مش عارف مين مش عارف، عشان يتكلم على البطوله اللي هو رايحها، مش الدوري او حاجه. في رايي ان كده كانت الناس هتزعل بالاعلان او من غير الاعلان من الاهلي، عشان ظروف الدوري، وكل واحد بيحب ناديه. يعني كل واحد وحقه ان هو يحب ناديه، وحقه ان هو ينتقد الاعلان او يقول
ما كانش مقصود، ما كانش مقصود. الناس شافته كده على عيني وعلى راسي وزي الفل. انتوا كزملكاويه طبعا عندكم حق ان لو انتوا شفتوا ده ان هو يتغير او ما يتغيرش. يعني هي دي الفكره، ان هو اعلان عنه. اول ما هيجي لك اعلان عنك اوعدك ان انا هعمله لك كده هكتبه لك كده حاضر. فهاخدك على سايد الكتابه. انا بشكر في الاعلان ده ناس بعينها بصراحه. انا بشكر اتصالات جدا، ان اتصالات ما غيرتليش الكلام خالص. ده من اول الكلام اتكتب وهم مصدقين فيه جدا، ومصدقين ان احنا بنعمل عن الاهلي حاجه حقيقيه. لان الكلام ما كانش مكتوب سهل جدا، ان انا مش كروي. فقعدت مع ناس كرويه كتير جدا تعلمني وتفهمني ايه الاهلي ده، وناس بتحب الاهلي وزملكاويه واهلاويه من اصحابي، وسمعتهم الاغنيه وما حدش كان متضايق خالص. وبشكر الايجنسي طبعا ان هي فكرت بالطريقه دي في البريف ده. لاني لما عملت ريسيرش على الاهلي واغاني الاهلي لقيت فوق ال 800 اغنيه اتعملوا للاهلي، 3 نجحوا، اللي هي واحده منهم بتاعت الالتراس اللي عاملها بيزك جدا وسهله وما فيهاش حاجه، واغاني بروفيشنال جدا ما اتسمعتش. فانا كان هدفي جدا، وده المطلوب مني بصراحه، مش ان انا ارضي جمهور على جمهور. انا مطلوب مني ان الاغنيه دي الناس تسمعها وما تقولش حاجه. ده الطلب الاساسي. فهل انا عملت ده؟ اعتقد عشان اللي بيحصل ده لو جالي لبريف لمصر هعمل اكتر من كده، لو جالي بريف للزمالك هعمل اكتر من كده. هي دي ظروفها. اتصالات اختارت ان هي تبقى فئويه عشان مضت مع الاهلي. الايجنسي اختارت تبقى فئويه عشان عملت اعلان للاهلي وصورته. انا اخترت ابقى فئوي عشان ده شغلي، جالي بريف للاهلي فلازم اعمله كويس. ده الموضوع. انا لو كانت الاهلاويه العكس، طلعوا قالوا الاعلان ده مش عاجبنا وايه الطريق وايه الكلام ده وايه انا فشلت. الاهلاويه حابيني انا تمام. انا ده عملت اكتر حاجه ينفع تتعمل، ان الاهلاويه تحبك وشايفاه اللي انت عاملاه ده مؤثر وبيحبوه وهيغنوه في الاستاد ده كبير. دي حاجه كبيره جدا وتخض. انا اتخضيت بصراحه. انا ما كنتش، عشان انا مش كروي ما اعرفش ان يعني الخناقه كبيره قوي كده والناس بتعرف تقلب النت في ثانيه، وما كنتش يعني ما كنتش حاسس كده. يعني قلت ايش ده يعني صباح الفل اعلان من ضمن الاعلانات. ففجاه اتخضيت، ايه ده؟ وده بقى بيحارب ده بالشوت الفلاني، وده بيحارب ده بالكلمه الفلانيه، وده متضايق من دي. بس انا الحمد لله الزملكاويه ما اتضايقوش مني خالص. ما حدش قال لي ما اتشتمتش زي ما ناس كتير اتشتمت عشان حاسس ان هو قال لك انا لا الكلام تمام، انت ما ضايقتنيش في حاجه، انت قلت حقائق. ودي فكره الايجنسي. عشان كده عجباني جدا ان هو قال لك تعالى نقول حقائق الاهلي من غير ما نقول ان هو حلو او وحش او حب، او تعالى نتكلم عن هو قد ايه مؤثر. فعملنا كده. الزملكاويه زعلوا، حاضر نعمل لهم اغنيه. ده اللي اقدر يعني ده اللي في ايدي اعمله لك. زعلت من شوت، اتصالات تغيره لك تمام. طيب انت عامه الفيدباك انا لما شفته، يعني شفت الناس اصلا بقت الفيديو بتاع الاعلان بقى مسرب يعني اول مره الناس يحصل انا دي اول مره اشوفها في اعلان. يعني بتشوف اعلانات كتيره، لا حصل كتير جدا. هو بتتمسح بيحصل ترند ويموت الوقف يعني الاعلان يقف او يعملوا ريكوبي تانية ممكن. ده من الكيسز الغريبه النادره ما حصلتليش قبل كده، اتبسطت بيها الصراحه. فاللي هو الناس بقت مسرب تحفه. انا اعلان نازل عند الناس على تليفونات ويقول بص شفت اعلان، انا ما عندي اعلان والله بجد. طب ده حلو يعني بالظبط. وعلى التيك توك برضو الناس عماله يعني موديه جامد. فانا بالنسبه لي ده انا شايفاه نجاح ليك، وشايفه انت بتعمل شغلك. يعني زي ما قلت لو عملت اغنيه للزمالك هتعملها برضو عشان الهدف ان هو تتسمع بالحب، نفس الحب بالظبط. هقرا عن الزمالك واعرف هو مين واعملها له بنفس الطريقه، نفس الحب بشكل تاني مختلف. بس هو يعني يلا يعني نعمل اعلان للزمالك او نعمل اغنيه للزمالك. انا مش ضد خالص، بس يعني فعلا لو انا عملت اغنيه للزمالك نجحت جدا الاهلاويه مش هيحبوها. يعني مثلا اللي انا في الريسيرش لقيت اغاني للزمالك لذيذه، ايموشنال، لذيذه كويسه، الزملكاويه كلهم حابينها. لما تيجي تسالي عن اهلاوي عليها يقول بس دي احلى بتاعتي، اللي هو بالتالتة شمال احلى من كل حاجه حصل. خلاص اذا مش هيتفقوا صح. يعني ما فيش، مش هيمشوا يغنوا الحاجه بتاعتك تماما. انا متاكد من ده. بل بالعكس، ان انت لما الناس تقول لك والزملكاويه يقول لك لا الاغنيه حلوه، طب ده حلو يعني حلو.
ان انت اصلا ابديت رايك في شيء بيضايقك، ده حلو جدا. شوت الاسعاف وكده مش مقصود عليك خالص، مش بتاعك. ده جايبين حتى راجل اهلاوي جدا اللي انا عرفته، يعني ان الراجل ده أيوة. مجنون بالاهلي وحاجات كده. وهو بصراحه حمد الله كان بيترجم الكلام حرفي جدا، اهلي حاله فجاب حاله. لو شكيته عايزنا اثبت لك اكتر، جاب بتدي له حقنه، شكيته. فهو دي طريقته لذيذ، وما كانش في دماغه خالص. حمد الله ما يعرفش الاهلي والزمالك، ما يعرفش الموضوع ده خالص يعني. يلا نعمل اعلان حلو وجديد وخلاص. فالناس زعلت، الزملكاويه يعني، تمام. بس في الاخر بصراحه مطلقه، البريف ما كانش نعمل اعلان فيه اغنيه للاهلي تعجب الزمالك، لان لو ده البريف كنا هنفكر بطريقه تانية. البريف اعمل اعلان للاهلي حلو فيه اغنيه حلوه بس. ناس زعلت تزعل يعني ده حقهم يزعلوا يعني. اللي هو ما يا جماعه ما تطلعوش تقولوا ما ينفعش تزعل، ما تزعلوا، ما لازم يزعلوا. حاجه مضايقاهم بيقولوا عليها، لان هم شايفين ان هي ليه مش لينا، صح، وليه مش شبهنا، وليه بتلقح علينا. وظروف غير بقى ظروف الثلاث نقط وحاجات كده انا فهمتها بعدين يعني. عايزين بقى كده نلخص. يعني انت دلوقتي في كل مرحله من مراحل حياتك اكيد بتسال نفسك انت جود انف ولا لا، يعني كل دقيقه، كل ساعه، كل بالليل، ده اكيد. فتسال نفسك السؤال ده وترد عليها ازاي. وبرده نصيحه كده صغيره تقول للناس اللي شايفين نفسهم هل هم جود انف ولا لا وكده. والله يعني انا طول الوقت بسال نفسي يعني، ما هو ده احسن حاجه حصلت ولا كان ممكن يبقى فيه احسن؟ مع عمري ما، دي فلسفه كبيره جدا اللي انت حطيتيني فيها دي. فانا شايف ان هي من شروط الابداع ان انت تفضل طول الوقت مش حاسس ان هو ابداع، ان انت حاسس ان انت هل انا كويس، هل اللي انا بقدمه ده كويس. في بقى حاجات كتير جدا، هل ان هو هيفيد الناس ولا هيضرهم، يعني في حاجات كتيره جدا تحت كلمه انا كويس. انا طول الوقت كده. فمعرفش لو في حد بيتاثر بيا وحاسس ان انا مهم في حياته، او بيتابعني، او شايف ان اللي انا بقدمه ده مهم ونفسه يعمل زيه، اعتقد انا نصيحتي ليه جدا اعمل زيي. انا شايف طول الوقت اللي انا بقدمه مش كفايه، كان ممكن اعمل اكتر من كده، كان ممكن اركز اكتر من كده، كان ممكن اعمل احلى من كده بكتير. ده اعتقادي، لان انا مثلا 90% من اللي انا بفكر فيه ما حصلش لسه. انا اللي حصل ده 10%. فياه لو كان حصل، ووارد ان 90% دول فشل رهيب اللي هم دول اللي هيقضوا عليا فربنا معديني بال10% اللي هم الصح. بس انا هفضل شايف ان انا عندي 90% لسه ما خرجوش، مش عارف ازاي عايز اخرجهم جدا، مش عارف. فالنصيحه بقى اللي تنصحها لحد شايف ان هو مش جود انف، يفضل ان هو مش جود انف دي طول الوقت، حاسس ان هو عنده اكتر، قدمه، اتعب اكتر شويه صغيرين كمان. ده حلمك بصراحه، ده حكايتك، ده الفيلم بتاعك، انت البطل جدا فيه. حافظ عليه، اتعب عليه، اتبسط بيه، حتى في وقعاته، في نجاحه، حتى لو نجاح صغير قد كده. انا يعني عندي شباب على الفيسبوك بصراحه بلاقيهم بيشهروا اعلانات، قشطه اعلانات يعني مش مكسره الدنيا، بس هو مبسوط بيها. صح. فانا متاكد ان ده الاعلان التاني بتاعه هيكسر اكتر وهينجح اكتر، لان هو مصدق قوي في اللي هو مقدمه وحبه، حتى لو هو من جواه شايف ان هو ايه ده مش اهم عمل، بس انا حابب ان انا عملت الاعلان ده. فحب الحاجات بيخليها بصراحه تطلع بشكل مختلف. صح. وبيتنقل للناس. لو انا بحب الاغنيه دي، انا ساعات كتير بقول الله الاغنيه دي حلوه قوي بحبها، بتنزل تنجح. مش شغلي يعني، في حاجات كتيره صح. بسمعها كده اللي هو ايه ده، دي حلوه جدا، فبتنزل بتنجح عشان حبيتها، لا عشان انا حسيت صح الاحساس بتاعها. فطاقه بقى الحب اللي عندي دي اتنقلت للناس، فنجحت ورزقها حلو. فمحدش بس يصحى من النوم يقول انا تعبت، انت كده كده تعبان، فزود بقى شويه يعني، انت كده كده تمام. انا كنت مبسوطه جدا. انا اكتر، ده بحبكم جدا جدا جدا. واحنا كمان والله من زمان يعني، صح. من زمان جدا حقيقي جدا من كوفيد من زمان بجد. صح. ومبسوطه قوي ان احنا يعني بنتقابل في ستيجز كده، وكل مره الجروس بيبقى ما شاء الله يعني. فيا رب دايما دايما يا رب دايما مكسر الدنيا ان شاء الله. وشكرا ان انت موجود معانا بجد.
يعني نورتنا. ميرسي ميرسي ميرسي.